السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشيني والله كتير. قبل اي حاجة، قبل ما ابدأ الفيديو بتاعي، احب اشكر كل اللي زاروني ونوروني وكبروني وجبروا بخاطري واشتركوا في القناة. حبايبي واخواتي الجداد، ربنا يبارك لي فيكم يا رب والله عظيم، وانا بشكركم جدا 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 والله ان انتوا فعلا دخلتوا اشتركوا لي في القناة. يا رب كده تنيني دايما بعد ربنا ان شاء الله، بإذن الله ربنا يجعلكم كده سبب ليا ان القناة بتاعتي تكبر بيكم ان شاء الله بإذن الله، ويكون سبب دخل ليا ولولادي يا رب يا حبايب قلبي. شكرا 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 والله العظيم، شكرا والله كمان مرة، يعني مش عارفة والله اشكركم ازاي. ربنا يا رب يكبر بخاطركم. النهاردة بقى يا حبايب قلبي كده فيديو بسيط خالص. انا بس حبيت اصوره لان بصراحة والدتي هي اللي عاملة الفيديو النهاردة فانا عشان كده حبيت اصور النهاردة. يعني طبعا الليفت اللي كلنا بنحبه بيبقى جميل جدا في الشتاء. والدتي بقى هي اللي قالت لي انا هعملهولك النهاردة. تمام. هي بقى بتقول لكم هي الطريقة، يعني بتقول لكم ان انا بقطع حتة العرق ديت، بقطع منها شوية بقشط الحتة اللي فوق في في الليفت. عشان يعني دي بتبقى الحتة بتبقى مليانة تراب وكده. تمام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هي بقى كده بتقطعوا بقى، انتوا بتقطعوه طبعا حسب ما انتوا عايزين، حسب الحتة اللي انتوا عايزينها. تمام. هي بقى بتقطع لي حتت صغيرة كده، يعني زي ما تكوني بتقطعي بطاطس كده او قلقاس او حاجة زي كده. ماشي. بتقول لكم اتفضلوا الشاي، بس الكاميرا كانت كانت واطيه شويه. ربنا يا رب يبارك في امهاتنا كلنا يا ولاد، ويخليهم لنا يا رب. والله احنا من غيرهم ما نسواش. اي حد عنده صل على محمد. ما يزعلهاش. يحط قدامه دايما ان امنا طول ما هي موجوده البركه موجوده معانا والله العظيم. وبعد الام طبعا فعلا زي ما بيقولوا، بعد الام حنا يغم والله. فربنا يبارك لنا في امهاتنا كلنا. هنا بقى بعد ما قطعت لي الليفت، لازم بقى تغسليه غسلة كويسة، لان بيبقى كله مثلا من الارض بتاع اللي هم بيبقوا زارعين فيه بيبقى كله طينة. فلازم تغسليه جامد مرة واتنين وتلاتة. تمام. فانا بقى عمالة انا هنا بقى انا اللي كمنها يعني مش تقدر تقف فيها تغسل، فانا عمالة انا اغسله مرة واتنين وتلاتة. بصوا المية بتاعته نازلة عاملة ازاي. ماشي. هغسله كمان مرة بقى لغاية لما بص يبقى ابيض خالص كده والمية نضيفة. هتاكلي اقسم بالله بالطريقة دي، هتاكلي احلى شوية لفت. اقسم بالله احنا بنفتح عليه تاني يوم بنفتح عليه وبناكل منه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لو وصلتوا يا حبايب قلبي لغايه هنا، ما تنسونيش بدعوه حلوه من قلبكم، وتشتركوا لي في القناه اللي ما اشتركش فضلا وليس امرا، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم ان شاء الله باذن الله كل جديد مني. وعشان خاطر بقى والدتي منوريني النهارده في الفيديو، اشتركوا عشان خاطرها واعملوا لها لايك كلكم كده، تدوسوا لايك ان شاء الله كده. هي بقى هنا عماله بقى بتحط ملح. وبتحط اللهم صل على سيدنا محمد خل وهتحط شطه. بصي هي كانت واقفه قدام الكاميرا، قلت لها يما تعالي في جنب كده عشان الكاميرا. هي بقى هتقلب كله كده في قلب بعضه، وبتسيبه بقى كده مثلا يجي ساعه ولا ساعتين. عبال ما الملح كده ياكل فيه كده شويه. احنا هنا كده سيبناه يجي ساعه ولا ساعتين كده. ماشي. هي بقى هتعبيه دلوقتي في البطرمان اللي قدامكم ده اللي انا بخلي فيه، كنت مخلله فيه قبل كده شطه و... وخيار. جربوه بس بالطريقه دي والله العظيم هتعجبكم. ماشي. هي هنا بقى هتعبيه كله كده. بعد ما حطت بقى مثلا يجي ممكن كوباية ملح كده. ماشي. ونص كوباية خل بقى عشان ما يهرهوش. وشطة بقى، يعني عمالة تقول لكم بصوا عمالة ترقص عمالة ترقص البطرمان ازاي. وبصوا حطت بايدها، يعني هيبقى حرقة على ايديها. ربنا يا رب يبارك لنا في امهاتنا يا ولاد. هنا بقى هي هتعبيها كله كده، ونفس المية ديت هتحطها في قلب البطرمان. قولوا لي يا ولاد كده، جربوه، قولوا لي الطريقة عجبتكم ولا لأ. ما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي، اللايك يا حبايب قلبي. ماشي. عشان خاطر بقى والدتي بقى النهارده في الفيديو بقى ما تزعلوهاش منكم.
المية، اللون بتاع المية ده طبعا من الشطة اللي هي حطيتها، فمحمرة اللهم صل على سيدنا محمد، محمرة المية تمام. هي هتفضي بقى المية دي كلها هنا في قلب بتجيب طبق بقى عشان خاطر ايه تفضي بيه. ادعوا لها دعوة حلوة يا ولاد كده، ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. هي هتفضي بقى المية كلها كده لغاية ايه يعني على وش الليفت كده. الليفت ده بقى بيبقى طعمه جميل قوي جنب الخبيزة وجنب السبانخ وجنب الاكلات الجميلة بتاعت الشتاء والعدس والحاجات دي كلها. فاضل ايام ان شاء الله يا ولاد على رجب، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يا رب يجعل ايامنا كلها خير وسعادة وهنا وفرح يا رب. اللي في الحلة دوت الرواسب اللي في الحلة دي الشطة اللي هي كانت حطاها، بس عايزة تورولكوا يا عيني. بس بقى هي هتورولكوا دلوقتي. هتحط شطة تاني، يا لهوي انا على الشطة. مدين شطة احنا والله العظيم، مش إذا كانت شطة خضرا او شطة مقلية أو اي شطة. يا بقى عايزة تورولكوا هي كانت هتنسى وتروح، قلت لها ياما وريهم شكل الليفت بعد ما خلصتيه، تروح تجيبه يا عيني وتيجي تاني. بص بقى انا هعدل الكاميرا بقى عشان خاطر ايه اوريهولكوا. بص شكله الشطة مخليها احمر، وحتة البنجر يا ولاد اهم حاجة تخليه احمر زي الدم، يعني شكله كده يفتح النفس وانت بتاكليه. يلا يما بقى صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا بذكر الله تطمئن القلوب، صلوا على النبي. بصي هتوريكوا حتة البنجرية اهي، مش عارفة هي اللي طويلة ولا الكاميرا هي اللي مالها بالظبط. بصوا بقى ايه رأيكوا بقى؟ ان شاء الله بإذن الله لما افتح عليه هوريهولكوا. كده يكون الفيديو بتاعي حبايب قلبي خلص النهاردة، يا رب يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.